يا مساء الحلويات على احلى ناس، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. ازيكم يا حبايب قلبي؟ النهارده بقى اعمل لكم حاجه حلوه تنفع برضو للمدرسه وتنفع للولاد. بالليل كده بقى المدرسه داخله علينا بقى والمذاكره بقى، العيال بيحبوا حاجه حلوه كده تفتح نفسهم على المذاكره. هنا انا حطيت كوبايه مغليه من الميه، واحط معاها آه باكت جيلي، اي طعم تحبيه، فراوله بقى، اناناس، مانجا، اللي انت بتحبيه وعيالك بيحبوه اعملي. هنعمل فكره جميله قوي، او هنعمل حاجه حلوه. عيالك كل يوم هيقول لك اعملها لنا يا ماما، بدل ما بيروحوا يشتروا الحلويات من بره وما احناش عارفين الحلويات دي معموله ازاي ولا فيها ايه ولا المواد الحافظه اللي فيها. لا، احنا هنعمل لاولادنا احلى حلويات في البيت واحلى. بصوا، كيكه الجيلي الجميله. احنا هنا حطينا كوبايه ميه مغليه وكيس جيلي، وهنحط كمان كوبايه لبن، وهنضربهم في الخلاط، يا اما هنضربهم في الهاند بلندر مع كوبايه سكر. يبقى انا هنا حطيت كوبايه لبن، كوبايه ميه مغليه، كيس جيلي، بتاع دوت، سكر وميه مغليه وكيس جيلي وكوبايه لبن. تمام يا حبايبي؟ كله على كله كده في قلب الخلاط او بالهاند بلندر، وهنضربهم مع بعض لحد ما كل المكونات دي تدوب. بص اللون الاحمر الجميل بقى اللي هيبقى بقى معانا، تحفه تحفه تحفه. تمام يا حبايبي؟ نضربهم بقى كويس او مع بعض عشان ادوب السكر. وهنا كمان احط حته زبده كده صغيره، خلاص، عشان برضو تديلي طعم كده وحلو كده في قلب الايه، الحلويات بتاعتي اللي انا بعملها. يعني بمقدار معلقه او مكعبين زبده. هنا كده حطيت 3 معالق زيت او ربع كوبايه زيت، دي الماده الدهنيه اللي انا هحطها. مكعبين زبده او معلقتين زبده و3 معالق زيت، يعني كل الحكايه تخش لها في 5 معالق. انت لو عايزه بقى تعمليها زيت بس، زبده بس، اللي يعجبك. بس انا برضو ايه بقى عشان تبقى خفيفه وبوفر عليك. هنفضل نضربها كده لحد ما كل المكونات تخلص. لو انت عايزه تضيفي كيس جيلي تاني عشان يبقى طبقه الجيلي اكتر، ممكن تعملي كيس جيلي تاني لوحده وتبقي تحطيه عليه. ماشي يا حبايبي؟ بصوا هنا انا عندي كوبايتين دقيق نخلاهم، وطبعا مدخله فيهم الهوا عشان الكيكه تبقى عندي هشه وحلوه. هحط كمان معاهم معلقه نشا كبيره كده حلوه، اهو. وهنبدا بقى نحط ذره ملح وباكو بيكنج باودر. تمام اهو. هقلب بقى المكونات الجافه دي كلها مع بعضها، وابدا اخد من الخليط اللي انا عاملاه واحط. بس قبل ما اخد من الخليط اللي انا عاملاه، هقول لكم كمان حاجه كده دلوقتي. بصوا معايا، هنا طبعا رشه الملح دي لازم في اي دقيق هتخبزيها تعملي أي حاجه، لازم رشه الملح دي بتعادل في الطعم وبتبقى سنه. يعني انا اعرف كده من زمان ان اي حاجه فيها دقيق بتحطي رشه ملح. قلبت بقى كله كده على بعضه، ابدا احط الخليط. ممكن تعملي حاجه تانية، هتحطي الخليط في بوله تانية وتحطي الدقيق حبه حبه وتقلبي حبه حبه وتقلبي الاتنين، صح؟ مثلا هنا جبت بوله صغيره، واحط كوبايه ونص من الخليط ده، واشيلها عندي في التلاجة تسقع لحد ما اخلص. ادي كوبايه وادي نص. زي ما قلت لك، لو عايزه تزودي المقدار ويبقى الجيلي كتير، حطي كيس تاني، وتقومي شايله بدل كوبايه ونص شيلي 3. دي حاجه ترجع لك بقى. تمام يا حبايب قلبي؟ طبعا انت مولعه الفرن، عشان ما ينفعش ان انت تعملي كيكه وتدخليها على فرن برد او مخبوزات. اول ما بتبداي تشتغلي بتولعي الفرن، ولازم تكون عندك محضره بيضتين في درجه حراره المطبخ. ليه دايما نسمع كلمه درجه حراره المطبخ؟ خدي المعلومه دي عندك. ليه؟ عشان ما يبقاش البيض زفر. كل ما بيبقى البيض في التلاجة وتيجي تعملي ساقع، بيدي ريحه وبيدي زفار. اهو ادي بيضه اهو. نفتحها كده برضو الاول عشان نتاكد من سلامتها، ونحطها مع الخليط اللي هو الباقي اللي في قلب الهاند بلندر. يبقى انا شلت منه ايه، كوبايه ونص، خلاص دي حطيتها في التلاجة. ادي البيضه التانية. واضرب بقى الخليط ده كده مع بعضه، ده اللي انا ايه، اللي هعجن بيه. ده اللي انا هعجن بيه. تمام، هي دي الماده السائله اللي تحط على الدقيق. خلاص كده حطيت. طبعا طالما في بيض يبقى في فانيليا، وكمان احط معلقه خل عشان تخلي الكيكه بتاعتي هشه ولونها فاتح وجميل. خلاص، يبقى انا حاطه بيض رفع، وحاطه بيكنج باودر، هحط كمان معلقه خل. هنا حطيت فانيليا طبعا علشان احنا حاطين ايه، حاطين بيض. مع ان الجيلي كان مخلي ريحتها جميله جدا، وما يعني بصراحه ربنا ما كنتش شامه اي زفاره بيض خالص. اهو اضربها بقى تاني كده عشان اضرب البيض، واضرب برضو ايه الخليط كله مع بعضه. تمام يا حبايبي؟ اهو. بعد ما اضربه بقى كويس قوي كده، هبدا اللي انا احط على ايه، على الدقيق. سامحوني لو في صوت جاي من الشارع ولا حاجه،
عشان احنا على الشارع طبعا. والله طافيه المروحه عشان صوت المروحه والصوت يطلع حلو، والدنيا حر، استاهل بقى منكم لايك كده وتشجيع ودعوه حلوه منكم. نبدا بقى نحط الخليط ونقلب كده لحد ما يبقى قوام الكيكه بتاعنا اللي هو ولا تقيل ولا خفيف، الحلو ده. دلوقتي هتشوف، افضلي قلبي في اتجاه واحد، ما تقلبيش في اتجاهين، هتقلبي في اتجاه واحد لحد لما الدقيق ده يختفي معاكي خالص. بسباتيلا بقى، بمعلقه، بمضرب، باللي انت عايزاه يعني. لو حتى مضرب سلك عادي، بالمعلقه عادي. بصوا اهو، افضلي بقى قلبي كده لحد لما الدقيق يختفي. انا مش عايزه اقطع الفيديو منكم خالص عشان تشوفوها بالتفصيل. البنات الجميله اللي لسه متجوزه جديد، اللي ما بتخاف تعمل كيكه تخسر منها او بتاع، لا. واهم حاجه كمان يا بنات نجاح الكيكه، ما تفتحيش عليها قبل نص ساعه. اي كيكه ما تفتحيش عليها قبل نص ساعه عشان ما تهبطش منك، وايه، وتبقى تلكم كده وتبقى عامله زي العجين. واهم حاجه يكون البيكنج باودر بتاعك صالح برده، ما يكونش فاسد. شوفي مده الصلاحيه. نقلب نقلب نقلب، ماشي. ادي معلقه الخل اللي قلت لكم عليها عشان كنت ناسيه احطها، وابدا اقلب. خلاص. هو يعني ولو انت عايزه تحطيها في قلب الخليط وانت بتضربيه مع بعضه برده عادي. انا عشان نسيت رجعت حطيت. شايفين بقى القوام هش ازاي؟ اهو، عامل زي ما اكون كده ضربان مضرب كهربائي لما قايله بس. وهو ابدا ده انا لفيته بس بالمعلقه، وما خدش مني مجهود ولا خد مني اي حاجه. بعد ما لفيته بقى كده اكون محضره صينيه، مبدراها بحته سمنه كده او زبده، ورشه دقيق فيها، وانفضها، وابدا احط العجين بتاعي. لو حابه تعمليه في قوالب مربعات وتقطعيها زي جاتو، او زي صلى على النبي اللي هو ايه، توست، براحتك برضه. بس انا حبيت بقى اعملها في صينيه مربعه، تبقى عامله زي حتت الجاتو. ممكن تزوقيها تاني، ممكن تحطي عليها كريم شانتيه، ممكن تحطي عليها كريز، اللي انت عايزاه بقى. بصي دي حاجه ترجع لك. انا عاملاها اقتصاديه باكو الجل وخلاص على كده. تعالوا بقى معانا كده نحضر الصينيه ونحطها اهو. الصينيه اهي، صينيه المربعه الوسط، اللي هما بيبقوا ثلاثه مع بعض. انا مش عارفه بصراحه مقاسها كام. هي مش هتبقى سمكها تخين قوي في قلب الصينيه، ولكن هترتفع وتبقى كويسه. نزلي بقى بالسباتيلا كده كل العجين اللي عندك، وبعد كده ترقعيها كده خبطتين على الرخامه عشان تسويها وتطلعي منها الهواء. تمام يا حبايبي. الخطوه برضو دي مهمه، ان انت تشيلي الصينيه كده وترزعيها، سواء بسبوسه سواء كيكه، علشان تخرجي الهواء. دلوقتي هتشوفوا انا هعمل ايه. ماشي يا قلبي. صلوا على النبي بقى معانا في التعليقات كده، اللي وصل دلوقتي لحد هنا يصلي على النبي ويقول لي بيتابعني منين، ويكتب تعليق حلو كده منكم. واتمنى ان انتم تجربوا وصفاتي وتلفوا لفه كده في القناه تعجبكم قوي قوي. كلها وصفات موفره وعلى قد الايد من ماما امال. خشوا كده اتفرجوا وابسطوني كده بتعليق حلو. بصوا رزعتها بقى، دخلتها الفرن، بس انا الحته اللي انا خرمت فيها يعني خرمت قبل ما افتح الكاميرا، فبكمل بقى قدامكم كده عشان تشوفوا. ليه بقى؟ انا هجيب كوبايه لبن، او عندك سفن، او عندك محلول ميه بسكر، اي حاجه تسقسقها بقى كده، هتطلع طريه. وما اقولكيش بقى على الجمال والحلاوه اللي هي تطلع فيها، جميله جدا 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 جدا. وكانت بصوا اتخطفت. هنبدا بقى نحط كده. طبعا انا عاملاها ليله المدارس، ابن بنتي رايح الجامعه الصبح، حبيت افطره بحاجه حلوه وهو ماشي من عندي كده. اول يوم ربنا يا رب ينجحكم جميعا، اول يوم يخش الجامعه. والولاد الصغيرين جيهم برضه واتغدوا، وكان عندهم المدارس اللي داخل الحد واللي داخل السبت زي ما انتم عارفين. جبنا بقى المسحوق الخليط اللي كان في التلاجة. ابدا بقى احطه كده جل. هو مش ما بقاش جل مكتل زي انا مش عايزاه كده، لا، لان ده مع سمنه ومع سكر ومع لبن، مش الجل بقى اللي احنا عارفينه، لا. بعد كده بقى هو ساقع كده، رحت حطاه على الكيكه بتاعتي. ابدا بقى اعمل ايه يا حبايبي؟ اسويه كده واشرب كده فيها لحد لما اساوي الايه الكيكه بتاعتي كلها. اول ما اسويها بقى كلها اقوم مدخلاها في التلاجة، واسيبها بقى ايه، تسقع كده. واسيبها لحد ما تسقع خالص. معلش بقى حبه وقعوا مني، ميلت انا على الاخر. اسيبها بقى لحد ما تسقع عشان تعرفي تقطعيها، وطبقه الجيلي تبقى عليها. نقعد دخلها بقى في الثلاجه ساعه ساعتين ثلاثه لحد ما تتغدوا. بصوا طلعناها بقى طبقه الجيلي، لا لازقه ازاي وجميله ومتماسكه. عايزه بقى تحطي تكسري اللون الاحمر شويه بكريم شانتيه ماشي، بحبه جوز الهند ماشي، اللي انت عايزه تسيبيها كده ماشي، قطع موز. المهم الولاد قالوا لا احنا عايزينها كده، من ريحتها وجمالها وحلاوتها. اول ما سقعت واتغدوا ورحنا مقطعينها بقى، وايه بسم الله ما شاء الله. بس طبعا انا اكلت ايه حبيب قلبي،
زوزة زياد رايح الكليه، اكلته هو منها بالليل. اول ما صحيت كده هو قام 6 الصبح، قطعت له منها. شايفين الحلاوه؟ ولا لازقه ولا حاجه، وعاليه طريه. عارفين زي ما تكون بتاكلوا كده حاجه طريه، لان طبعا اللي انا حطيته عليها ده وطراها، اللبن مطراها، الجل مطريه جميله. يعني مش قادره اوصف لكم بصراحه جمالها. نتمنى ان انتوا تجربوها وباي طعم جيل تحبوه بقى، اي طعم، فراوله، اناناس، مانجا، الطعم اللي تحبيه اعمليه. لو حابه تعمليها بصوص شوكولاته ممكن، بس مش هيبقى بقى الطعم الجيلي طبعا، تبقى كيكه بصوص الشوكولاته، وانا عاملاها لكم قبل كده. يا رب يا رب يا رب تكون سنه جميله عليكم وعلى اولادكم، ويا رب تجربوها وتقولوا لي زي النايتي بتاع زمان فاكرينه، واحلى كمان. وقولوا لي ايه رايكم ايه، واكتبوا لي في التعليقات، واستنوني في فيديو جديد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.